جياني انفانتينو منزل على صفحته الشخصية الفيسبوك وتويتر صورة وهو لابس تيشيرت المنتخب المغربي. صدم الإعلام الجزائري، كانوا مفكرين اللي هو هيساندهم في القضية اللي هم رافعينها أمام فوزي لقجع في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. قال ايه يا اخويا؟ علشان السيد فوزي لقجع في البرلمان المغربي قال لهم فيما معناه ان الاستاد الكبير اللي هتبقى ساعته 93,000 من الجمهور هيبقى جاهز على بطولة 2025 وكاس العالم 2030. خدوا التصريحات وخلوها بقى خلاص، بما ان السيد فوزي لقجع عضو دائم في مكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، قال لك ده بيسرب الاخبار واحنا كده خسرنا، هم اللي كسبوا، والمفروض ان القرار هيتم اعلانه رسميا في شهر سبتمبر القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزعبلات الاعلام الجزائري لا تنتهي. الاتحاد الجزائري لكرة القدم او الفاف زي ما بيقولوا، خروقاتهم للقوانين بقت كتيرة اوي الايام ديت، والواحد مش عارف ايه السبب. هل هي شماعة بسبب اخطائهم وبسبب فشلهم في الجزائر؟ بيعلقوا دايما اخطائهم على شماعة باسم المنتخب المغربي او فوزي لقجع او المملكة المغربية، او هو حقد سياسي تابع للرئيس؟ محدش عارف بجد فكرهم واصل لغاية فين، بس المؤكد لغاية النهاردة ان هم عقولهم من كوكب اخر. تعالى نتكلم بموضوعية وبالراحة وواحدة واحدة. الراجل بيناقش في البرلمان الميزانية الرياضية اللي هو تقريبا صرفها على الاستاد اللي بيبنى او اللي بيتحدث وسعته 93,000 مشجع. الراجل بيقول لهم ان شاء الله الاستاد هيبقى على اتم استعداد باستقبال كاس افريقيا 2025، وفي نفس الوقت اسمه مقيد في الملف الثلاثي للمملكه المغربيه مع اسبانيا والبرتغال لتنظيم كاس العالم 2030. ايه الفكره معاك؟ طب ما هو انت عندك اصلا الاعلام الجزائري حفيظ دراجي طالع من شهرين وبيتكلم بيقول احنا خسرنا 2025 لصالح المغرب، واحنا خسرنا 2027، وبيقول لك احنا ان شاء الله هنقدم على تنظيم كاس الافريقيه 2030 ولا معرفش هتبقى 20 كام، معرفش هيعملوا لهم سنه مخصوصه كده. المشكله معاك مش في ان السيد فوزي لقجع بيتكلم بمنتهى الشفافيه. على فكره السيد فوزي لقجع يعني صديق ودود لجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. الراجل لما كان في المملكه المغربيه وحضر كذا نهائيات لبطولات افريقيه كبيره زي حتى في كاس العالم للانديه ولا بطوله كاس الافريقيه للنساء ولا بطوله شمال افريقيا، الراجل حضر بنفسه وما شاء الله اشاد بالتنظيم واشاد بالجمهور المتواجد اللي بيحضر اي مباراه حتى لو مش متواجد فيها المنتخب المغربي. هو دوت الشعب المغربي دايما محب للكرة المستديرة. احنا عندنا كرة القدم ديت يعني زي ما بنقول عليها افيون الحياة، حاجة ولا بد منها، هي اللي بتساعدنا على الفرحة وهي برضو سبب حزننا لما فريقنا بيخسر او لا قدر الله منتخب بيخسر. ومع ذلك يعني في المملكة المغربية دايما محبة للرياضة بصفة عامة، مش هقول لك رياضة كرة القدم، الناس كلها عندها يعني احترام لأي شخص بيجي للمملكة المغربية وعشان يشجع منتخب ولا الكلام ده بيستقبلوه أحسن استقباله ويفتحوا له البيوت. يا سبحان الله، يعني ما بتحصلش في أي دولة عربية. ولو شفنا الدولة اللي انتوا بتتكلموا عليها ما تزعلوش مني، يعني اللي بيحضر عندكم بياخد على قفاه، بيتصادر موبايلاته وبيتصادر كاميراته وبيتصادر الباسبور بتاعه، وعلى الله ينزل كلمه ولا حرف على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالجزائر، وما اعرفش ليه يا بتفكروني بدوله معينه ما حدش يقدر يتكلم عليها. احبائي الكرام، لا عزاء للحاقدين، هم اجعل اهل المغرب ومصر سالمين بعيدا عن الاعداء، بعيدا عن الخونه، بعيدا عن الحاسدين الحاقدين ايا كان ملتهم وجنسيتهم. احبائي الكرام، حطوا لايك واشترك في القناه وشير الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.